في بادرة إنسانية، زارت بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم الاثنين مدرسة مانغوميو بمدينة بيتام، وفي هذا الشأن وزع اللاعبون وطاقم المنتخب الوطني على تلاميذ المدرسة كتب وأدوات مدرسية وكرات القدم وبعض من الهدايا بغية رسم الفرحة على وجوه هؤلاء التلاميذ. هذه البادرة لقيت استحسان وترحيب الأطر التعليمية لمدرسة مانغوم الذين رحبوا هم الأخيرون بمكونات المنتخب الوطني. للإشارة فإن المنتخب المغربي على موعد يوم غد الثلاثاء مع مباراة حارقة وحاسمة أمام منتخب ساحل العاج والتأهل إلى الدور المقبل على حساب حامل لقب النسخة الماضية من كأس أفريقيا. لكي تتوصل بالجديد لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.